أهلا وسهلا فيكم من جديد وبفيديو جديد. اليوم راح نحضر مع بعض طريقة عمل الشيش طاووق بتتبيلة كتير مميزة، والطريقة كتير سهلة، يلا تابعوها. أول شي هون عنا صدر دجاج تقريبا كيلوغرام. راح نقطعهم مكعبات بهذا الشكل، قطع متوسط الحجم لحتى نشكهم بالسياخ. بس أول شي لازم نتبلهم، راح نضيف عليهم 3 معالق كبار خل أو كاسة شاي صغيرة، وراح نضيف عليهم كمان كاسة شاي من اللبن، لبن الزبادي، وراح نضيف عليهم عصير ليمونة فريش، ومعلقة طعام من دبس الفليفلة إذا بتحبوا تكون حادة أو حلوة حسب الرغبة، و3 حبات توم مبروشين، ومعلقة طعام من دبس البندورة أو معجون الطماطم. وراح نضيف بهار الدجاج، ها هو البهار اللي بستعمله هو البابريكا. راح نضيف معلقة وسط من البابريكا، ومعلقة وسط من بهار الكزبرة، ومعلقة وسط من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الزنجبيل والهيل. هاي البهارات اللي عنا ضفناها بس. وراح نضيف آخر شي زيت نباتي، شي 3 معالق، واخر شي راح نضيف معلقة صغيرة من الملح او حسب الرغبة. راح نخلطهم كلهم مع بعض، وراح نتركهم منقوعين ليلة كاملة، ممكن تعملوهم قبل بيوم او على الاقل ساعتين. وبالنسبة للخضار اللي بدنا نشكها بالسياخ مع الشيش طاووق، هي عندي بصل مكعبات، بابريكا الوان، وحبات الطماطم. وهون الأعواد الخشبية لازم أنقعها لمدة نص ساعة بالمي الباردة أو 10 دقايق بالمي الدافية. وهون راح نبدأ نشك السياخ بالخضار والشيش. أول شي ضفت حبة بابريكا، وبعدها بدي أضيف حبات الشيش، نشكهم بالسيخ، ونضيف الطماطم، وهون راح نجهز صينية ملفوفة بالسلوفان، وراح نضيف عليه السيخ. طبعا أنا خليت مجال للبصل، آخر شي راح أضيف البصل لأنه بيكون شوي قاسي على العود الخشبي، فبحطن آخر شي، بشكن من الأعلى يعني. هون راح أكمل كل السياخ على نفس العملية، راح نضيف البابريكا والشيش وحبات الطماطم، وراح نصفن على الصينية. هون راح أضيف قطع البصل آخر الشي، وبعد ما بنصف السياخ بالصينية راح نشغل الفرن من فوق ومن تحت على حرارة 200. بعد ما بتستوي حبة الشيش طاووق، هون راح نشغل من تحت بس، نشويهم شوي من تحت، وبعدها بنشغل من فوق. بس قبل لا نشغل من فوق راح ندهن السياخ كلها بالسمنة، وبعدها بدنا نشويهم لحتى يعطي لون حلو للشيش طاووق. واخر شي مثل ما شايفين هي اختياري، جبت فحمة وضفت عليها شوية زيت لحتى يعطي نكهة فحم بالشيش كأنه مشوي. وهلا هون راح نقدمن. هون جبت رغيفين من الخبز الأبيض، راح أدهنن بمعجون الفليفلة أو دبس الفليفلة الحد أو حلو حسب الرغبة. وأخيرا راح نصف السياخ على الخبزة مثل ما شايفين، راح نقدمها بطريقة مميزة، وأخيرا راح نرش عليهم البقدونس، وهيك بيكون الطبق صار جاهز عنا. وهيك بتكون وصفتنا صارت جاهزة. بتمنى لكم كل التوفيق يا رب، وشكرا جزيلا للمشاهدة.